نادي النصر من اللي اسسه؟ النصر ايه اسسه الشعب السعودي. الشعب؟ نعم. ها؟ اسسه الشعب. مكتوب كذا؟ اسسه الجماهير. اسسه الناس. إيه؟ من تريد ان تقول؟ تقول من الذي اسس النصر؟ ما هذه وش قصاص اعطيكم؟ هذه القصاصات هذا النصراويين اللي قالوا الكلام. انا تستند عليها. اقرا عليها. هذه قصاصات اسرائيل من اسس النصر هو جيش الجبهه، مطلق جيش الجبهه. من اسس النصر هو الناس الشعب. هذا جوجلكم. هذا الذي انتم هذا الذي تريدون ان اقرا عليه اقرا عليه اقرا عليه. انتم تريدون ان تهربون من الحقيقه يا سيد عبد العزيز. سيد عبد الرحمن طلعها تريدون ان تهربون بالحقيقه. كبرها من الذي اسس الهلال؟ لحظه دقيقه خلينا نقرا وش اللي موجود فيها. هذا مصابيح ورئيسه. انا ارد. ها؟ هذا من؟ خل دقيقه محمد. تفضل. خالد المصابيح. سالتني من اسس هذا لحظه بس، المؤرخ النصراوي الاول خالد المصابيح، منصفا احمد البربري بعد وفاته. يلا. البربري اول رئيس للنصر منذ عام 75 حتى تاسيسه رسميا 1300. خلاص ارد محمد. احمد البربري المؤسس الحقيقي لنادي النصر ورائد رياضي منذ عام 58. جاء من السودان وعاش في وطنه 65 عام. افلا نكرمه بابراز افضاله على الكيان الاصفر. طبعا اكبر تحيه للاخوان جميعهم السودانيين اللي على العين والراس. هذا رئيس النصر. يعني هذا رئيس النصر صح ولا لا؟ السودان على فكره قبلنا احنا، واللي ما يعترف في الفضل بصراحه هذا احمد. بس خلنا بقول لك السودان قبل ما احنا كنا ما نعرف اي حاجه، الدكاتره والمهندسين ومعلمينا كلهم سودانيين ونحترمهم كلهم ونقدرهم على العين والراس. هذا الامير عبد الرحمن بن سعود. هذا عبد الرحمن بن سعود. هذا شوف هذا الامير عبد الرحمن بن سعود. شايفينه مظبطين يا سالم شوف عبد الرحمن بن سعود يقول. شوف عبد الرحمن بن سعود يقول طال عمرك ايش وتكريما للاخوان السودانيين. عبد الرحمن بن سعود فقد اخترنا شعار الاصفر شعار الحكومه السودانيه تكريما للسودانيين. عبد الرحمن بن سعود الاصفر والازرق. يا ابو البربري لا الشعار طبعا الهلال مختار لسه اقرا. خليني بس اقرا لك وبعطي لك كامل. زين. طبعا كان الحديث انه ثم قال اننا في نادي النصر نحس بعلاقه وارتباط خاص، فنحن اكثر انديه المملكه ارتباط بالسودان. صحيح. فالنصر تاسس على ايدي سودانيه، ولا احد ينكر دور ابينا احمد عبد الله والد ماجد، والذين تعاقبوا على تدريب النصر بصماتهم هي التي أنبتت هذا الصرح الشامخ، وعلى رأسهم وعلى رأسهم ترنة بين قوسين، بل حتى علم فريقنا الأصفر والأزرق أخذناه من ألوان العلم السوداني القديم، كما أن مجموعة من لاعبي السودان على رأسهم كابتن مصطفى النقر وعلي قاقرين ساهموا مع النصر لاعبين وكانوا ما لهم وارث. تفضل كامل حتى الآن. محمد احفاد البربري مع الخصخصه ما المفروض انه ياخذ لهم حقهم؟ لا يسألك بس هنا ابو سعد هنا ختمين في حديث الامير عبد الرحمن بن سعود. هذا البربري ما يستحقون. محمد لحظه بس في تاريخ النصر في هذه